والارض ميسيون تاعهم يكمل في ابريل 2014. اتركوهم فانهم مامورين، والورد ميسيون تاعهم تنتهي في 2014. حزب جبهة التحرير حزب كبير، حزب كبير. اللي كانت سي سعيداني في عهد سي عبد الحميد مهري رحمه الله عليه وسي بوعلام بن حموده وغيرهم من نوفمبريين وغيرهم، هي اللي حزب كبير. اما اليوم فحالها من حال البلد، فيها المأمورين والمأجورين وحتى سعيداني يقصف الجنرال توفيق بالثقيل ويطالبه بالاستقالة. انتصار أم انتحار؟ في الحقيقة ما راه لا انتحار ولا انتصار، ولكنه أمي لا تتفاهم مع زوجتي واحدة، وأختي المتزوجة لا تتفاهم مع أمي وتتفاهم مع زوجتي، وخالتي تكره أختي وتحب أمي، وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي، وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي، وأختي العزباء غير متزوجة تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي وتطلب مني طلاق زوجتي. شيخ شميسو اختزل الحكاية، ومالي الدار مشعلين النار، والأفلام اللي كانت هي الأم والتي هي الهم. آخر فصل من صراع القمة، سعداني يطلق النار على توفيق. صراع الجنان الطايب في الأفلان أو أفن الآن أصبح يهدد نسيج النظام الداخلي، ومعارك الديكة في ثنائية بالعياط سعيداني. تلك المعارك رجعتنا الوقت الفرزدق والمتنبي وثكلتك أمك. بالعياط لسعيداني: أيها الفرزدق الزنديق، النظام يده طويلة. الأفلام بريء من التصرف الآثم والطائش لسعداني. فرزدق وزنديق وآثم وطائش ألفاظ ومصطلحات كنا نسمعوها غير عند حملاش. ورث الأفلام صبا الأفلان ورب الكعبة. إذا رانا دخلنا في فيلم أسد علي وفي الحروب نعمة، أدخاء تجفل من صفير الصافر. هل برزت إلى غزالة في الوغى؟ كان قلبك في جوانح طائري. هناك سؤال مطروح: لماذا يهاجم سعيداني الجنرال توفيق؟ قال، وأقصد سعيداني: لم أتحدث باسم الرئيس ولا باسم الأفلام، يعني هدر باسم سبايدر مان، الأصح سعيدة مان، وإلى أن يتدخل حجار مان اللي استدعوه على عجل من تونس لإطفاء الحريق ولو بالريق. فإن الطيب بالعيس وزير الداخلية هو المتضرر الأكبر من إفلاس حلفاء العهدة الرابعة، وذلك بعد أن وعد لن نرخص للدعاة التشويش على الرئاسيات. ما يرخصش، لكن التشويش على الرئاسيات وعلى البلاد في حد ذاتها يسب العز جاء من داخل علبتكم، زيدكم في دقيكم، يعني لحيتكم وبخرتها. قال بأن الرئيس بوتفليقة لم يسحب بعد استمارات الترشح. بالعز يكذب غول. الحمد لله رانا قبلة للعالم، قبلة للعالم. هذا رئيس حكومة إيطاليا ضرب وزير الصحة في تجمع شعبي لأنه اكتشف بأنه كذب عليه. نداعي علم سعيداني في هيكلة المحافظات وليس في الهجوم على المخابرات. مكتب الأفلام. تصريحات سعيداني تعمق أزمة الأفلام، تعمق.
الحياة السياسية ليست سهرة راقصة على رأي بالعياط، وثاني ما راهيش عياط في أرذل العمر يا سي بالعياط. وتصريحات السعداني بشكل خاص ومعارك الآفة الآن لم تعمق أزمة الأفلام فقط، ولكنها عمقت أزمة العهدة الرابعة، وكذا وهو الأهم عمقت أزمة بلد. بن صالح يرد على السعداني: حساسية الوضع لا تسمح بالإثارة ولا الاستفزاز. اتهاماتك كاذبة وخطيرة ولم يتجرأ عليها دعاة من يقتل من يا سعيداني؟ عمارة بن يونس. تاج يرد على سعداني ويدافع عن الجيش والمخابرات، دعا إلى تغليب مصلحة الوطن. في الحقيقة راكم وصلتوها إلى تقليب بالقاف وليست بالغين مصلحة الوطن. جماعة العهدة الرابعة فسدوا العرس قبل ما يظهر العريس. هذا عرس وليس احتجاج، عرس جزائري. من كذبة غول في سحب استمارة الترشح السيار إلى طواحين سعيداني وصولا لنرجسية عمارة بن يونس. رجاء خلوا البلاد ترانكيل، فقد وضعتم بابتذالكم عقدة في عنق العهدة الرابعة. حنون. رسالة سعداني تهديد، إما الرابعة أو الفوضى. واحد يتهجم على الدياراس والآخر يجمع توقيعات لمرشح افتراضي. منذ تأسيس الحزب رفعنا شعار، أول شعار رفعناه وأكبر شعار وهو الوفاء. حتى المطرب الشعبي عبد الله مناعي رفع نفس الشعار. فنان الأغنية الصوفية مناعي. عمار سعيداني كان في فرقة ورقص معي وعليه أن يفتخر بذلك. ننتقل وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى فقرة دار سبيطار، ومن بعد نرجع للسيرك السياسي. بالنسبة لدار سبيطار أو فقرة الغاشي الرشي، وش راه صاير فيه؟ يمكن تلخيص الوضع العام في 3 جمل غير مفيدة. غرداية تحترق، التربية والتعليم كلاهم فوكس وبوبي، و4.5 مليون جريمة خلال 3 سنوات. نتحدثوا مع الناس كل نحلوا المشاكل تاعنا وكل بالتي هي احسن وقلب مفتوح ودائما نضحكوا للدنيا لأن البقاء لله. غرداية على وقع مشاهد رعب جديدة. عائلات لم تتمكن من مغادرة مساكنها خوفا من الملثمين. يعني في الوقت اللي كاين فتنة حقيقية تكاد تعصف بوجود الأمة في حد ذاتها، جماعة بالعياط وبالقياط وبالخياط مشغولين بتخييط الرئاسيات وشكون يولي رايس. وهذا دخل في توفيق وذاك جاب رفيق، بالطبع رفيق عبد المؤمن. نقابات التربية تشل الثانويات بنسبة 87% وطنيا. الله يبارك. قوة وقدرة تعبوية كبيرة. بابا أحمد ما خليتلوش أعظم صحيح. النقابات غلبت الوزير وقلبت بالقاف وليس بالغين المدرسة رأس على عقب. نتمنى النقابات تمتلك في يوم ما القدرة على تعبئة نجاح الطلبة بنسبة 87% كما خدمتها مع شلل المدارس.
الجزائرية. تبعونا وش يقولوا عليه المواطنين. والله قاعد يكذبوا. شوف يقول لك باللي ندير ونعمل وكذا، نهار اللي يجيب الكرسي والله ما يستقبلك، المير التالي ما يشوفش فيك. ها انا مش نروحوا في الجنه، انا نروحوا غير رئيس جمهوريه. كي نروحوا في الجنه ندير رئيس جمهوريه. نروح يجروا مورايا الكلاب وطيحت في حاسي. مي سي نورمال، سي لي زيفي دو لوبيا مع الرايب. منام هاني نوم هاني هات بالك كلاب بزاف بالك. نقول له كمل البيع. طابتين في العسل. القيادي في حمص عبد الرحمن السعيدي: تصريحات سعيداني ستفتح مزيدا من الحملات المغرضة على الجزائر. لأن رجال ديرس الكولونيل والضباط تاع الديرس موجودين في كل مكان، موجودين في كل وزارة، موجودين في كل ديبارتمون، موجودين في كل إدارة، موجودين في كل شركة، موجودين في كل بنك، وموجودين تقريبا في كل حزب، موجودين في كل مكان، موجودين في كل، لهم يعني عندهم قدرة على شبكة العلاقات كبيرة جدا. فهؤلاء صلوا على رسول الله، وموجودين تقريبا في كل حزب. شكون هذا؟ عمار سعيداني ام عبد الرزاق مقري؟ نفس الهضره اللي هضرها سعيداني في 2014 هضرها مقري في 2012. يعني وفق منطق سي عبد الرحمن السعيدي كما مقري كما سعيداني كاملين متورطين في الترويج للحملات الخارجيه المغرضه. مقري يستغل الفرصة أبشع استغلال، جاته طايبة وحب يتقمص دور الرجل المتحدي الخارق. مقري يتحدى القضاء. في الحقيقة سي مقري بعد ما تحدى القضاء تحداه أن يفتح تحقيقات في تصريحات سعيداني. عليه أن يشكر القدر لأن تلك التصريحات أعادته للساحة السياسية بعد ما كان متحصن بمقاومة المقاهي والفيسبوك وتويتر. عمرك وقف بالحليب ولي حزب دم، شدوني لانطي بفوق العوده. احلامي واحلامي بقلبي، وجابوا لي القهوه وجابوا لي السكر وربع دور وجود رحمه. سنقاطع الرئاسيات من المقاهي والفيسبوك. مقري يرد على بالعز. الغريب في حالة مقري أن الحالة المرضية ما تخصوش وحده. حالة أنا ثاني هدرت على المخابرات هي نفسها عند الشيخ جاب الله. فبروفيسور جبهة العدالة والتنمية جاته على القسطو كما صاحبه وتشفى في سعداني ليفاخر كما العادة باللي كان الأول اللي كسر الطابوهات. الحالة مهلوكة في غرداية والمؤامرات الطائفية والتقسيم يعصفان بالبلاد والعباد، وأحزاب الموالاة والمعاداة يحاربون طواحين دون كيشوت. خير لك أن تظل صامتا ويظن الآخرون أنك أبله من أن تتكلم فتؤكد تلك الظنون. حكمة رائعة، حكمة رائعة. ليتهم ظلوا صامتين معارضة وسلطة. فمن البؤس أن نكتشف بأنه وسط هذا الكم من المجون هناك بلاها أعيت من يداويها. وإلى فقرة خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك. في الحقيقة خاتمتها هذه المرة هضرة هنا وهضرة لها. إذا لم يترشح بوتفليقة لعهدة الرابعة سنقاطع الانتخابات. جلول الحجيمي الأمين العام لتنسيقية الأئمة. تنبيه على جميع المصلين الانتباه لجيوبهم عند الخروج من المسجد نظرا لكثرة السرقات. إدارة الجامعة. شبيك؟
راقي. ايش بيه؟ أنا على علم حتى بالأقفال المكسرة. وزير الصحة والسكان عون أمن يدخل كلبا قاعة الجراحة وطبيب يجري العمليات مخمورا. ورانا وصلنا المستوى وصلنا وكذا 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 وصلتوا للزيرو. هاي صوتوا لي انتم. نعم أنا مثقف السلطة وأفتخر. عز الدين اليهوبي راقي لمعالجة حوادث المرور. جزمني alivyofanya kijiti. Jazameni alivyofanya kijiti. Mjukuu wa mgeni mjezeshe polisi. Mjukuu wa mgeni mjezeshe polisi. نكتفي بهذا القدر ونختم هذا العدد بخبر طريف يحدد الأسباب الحقيقية التي أدت لما وصل إليه سعيداني وغول وبن يونس ولم لا عبد الرزاق مقري ولويزة حنون. الكثير من صناع القرار ورجال الأعمال يدمرون منافسيهم بالسحر. الجلوس إلى جانب شخص معيان أشبه بالجلوس إلى القنبلة الذرية. يعني القضية فيها عين وقنابل ذرية. الشيخ بن الأحمر يروح ويجيب لنا مفتشي الأسلحة النووية. الله يهديك ويهدي الجنية الطاوس اللي دارتك عالم وشيخ وراقي نووي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء ونلقاكم في عدد قادم بإذن الله.